ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو صلي على الحبيب قلبنا يطيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل السجق اللي هو الضاني دوت، اللي هو المجمد يعني مش الفريش. ماشي. هنقطع بقى. هنا بجيب السجق ايه كده، بقطعها مكعبات بالسكينه. وبعد كده بقى ايه بقى، بصوا هي بقطعها مثلا القطعه اللي انتوا عاوزينها، يعني كبيره صغيره اللي تحبوه فضلوه. هنا بقى هو بصوا بقطعها مكعبات كده، وبعد كده بقى ايه باخد كل الكمية دي اقطعها بقى اهي. بس بعد كده ما قطعتها هيت، هجيب بقى ايه صينية اللي احنا هنشتغل فيها على طول. حوالي بقى 5 طماطمات، طماطم كده حلوة، وكام بصلاية، يعني حوالي برضه 4 بصلات، وايه لو عايزينه سبايسي زودوا الفلفل. هنقطع بقى كل دوت. هحط حوالي معلقتين زيت، يعني معلقتين زيت بس، وحوالي ايه نص كوباية مية عشان بس الايه الخضار يستوي. يعني هقلبه هنا اهوت. بعد كده بقى ايه هرفعه على النار لحد ما ايه ما يستوي. ولو حسيت ان الخضار مش مستوي برضو ممكن تزودوا له ايه حوالي 10 يعني معلقتين ميه كده. هنا بقى كنت بحمر بطاطس جنبيها. هنا بقى هي بعد ايه هنا بقى مش محتاجه ايه، هو الخضار نزل كل السوائل اللي فيه. انا بقولك يعني لو نشف منكم تودوا تهدوا النار وتحطوا ايه حوالي يعني اقل من ربع كوبايه ميه كمان. هنا هو بقى بعد ما الخضار خلاص اتأكدت ان هو استوى، هنزل بقى بالايه بالصدق او السجق زي ما انتوا، يعني في بلد بتقول سجق وفي بلد بتقول صدق، احنا من البلد بتقول سجق. ه... هقلب بقى فيه عادي، يعني ما تخافوش قلبوا، اول ما تنزلوا بيه قلبوا عادي. بعد كده بقى بصوا يا جماعه، بلاحظ ان في كومنتات بتجيلي على الفيسبوك وعلى البتاع. آه هنا حطيت ربع معلقه بتاع، مش عارفه ما تتلخبطيش في الكلام بطريقه مش عارفه ازاي. طريقه كلامك كذا. طب قولوا لي يا جماعه، يعني انا بتكلم ازاي؟ يعني انا بتكلم عادي، والفيديو بيبقى شغال قدامي بتكلم مثلا الحاجه عامله ازاي، يعني مثلا اتصنع في الكلام؟ ما هي دي طريقه كلامي. لو انا مثلا بتكلم بطريقه مش لطيفه قولوا لي مثلا كلمه بطريقه احسن من كده، لان والله انا شايفه ان طريقه كلامي فيها حاجه، يعني شايفين ان فيها حاجه غلط. قولولي، لو في طريقة اتكلم بيها قولولي برضو. مثلا متتكلمش بالطريقة دي، اتكلمي بكذا. ممكن انا معرفش والله، ف مش عارفة. المهم حطيت ربع معلقة بس 7 بهارات، وشوية فلفل اسمر، وشوية ملح بس صغيرين. هو السجق بيبقى متملح بس ايه عشان الخضار. وندوق برضو ونشوف، يعني لو محتاج برضو سنة ملح نحطله. بس مش بحط بهارات كتير ليه؟ عشان خاطر ما تغطيش على السجق يعني. نحط شوية يعني بهارات، بلاش البهارات الكتير دي ملهاش لازمه. لما كل حاجه شويه يبقى زي الفل. هنا بقى اهوت وبطاطس اهي كمان. وهنا بقى كنت بحمر برضو ايه، يعني في ممكن لو انتوا مش عايزين تعملوه كده ممكن تقولوه. وبطاطس اهيت بصوا، يعني بطاطس شيبسي بصراحه عجبتني قوي في التحمير، اللي هي البطاطس اللي هي تحس ان فيها رمل من بره دي. هنا بقى خلاص اهوت السجق خلاص خلص معايا. زي ما انتوا شايفين هناكل طبعا بعيش بقى مع بطاطس، وممكن بقى شوية مخلل كده جنبيه. بس بطاطس شيبسي جميلة بصراحة. وال واسمه يا ربي، والسجق اهوت المقلي. انا جربت ده وجربت ده. بس اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة، وفي امان الله.